مساء الخير صبايا، الله يسعدكم. اليوم جبت لكم طريقة البروستد بتشل. بدنا نفخار دجاج، حنضيف لها كاسة زيت عادي، حنضيف لها كاسة من الخل، أي خل عندكم حطن بصير. بالإضافة لهاي البهارات، بهارات كثير سهلة. حنحط بصل بودرة، شطة حمراء، 7 بهارات السويدية، ثوم مهروس، وبهارات البروستد وشرايح الليمون، بالإضافة لملعقة كاري صغيرة. لاحظوا هون شو حسوي، حبلش أخلط المكونات بحيث تندمج مع بعضها. حاولي إنه أنت تخلط المكونات، تعصرن شرائح الليمون بحيث تتغلغل نكهة القشرة بالإضافة إلى نكهة عصير الليمون. إذا عندكن كمان لبن، إمكانكن تحطن كاسة وتضيفن كاسة من اللبن. طبعا راح أغطيهن وأحطهن بالثلاجة لثاني يوم بإذن الله تعالى. ثاني يوم حفرجيكن طريقة كيف نقليهن بحيث تطلع المقرمشات من برا مستويات من جوا، ما فيش دم ولا في أي إشي. انتظروا الجزء الثاني بإذن الله تعالى بحيث أوصف لكن إياه وأفرجيكن شلون بإمكاننا إحنا نقلي البروستد بطنجرة عادي.